يعني لا بأس به. فالذي يريد أن يعرف يعني ما أكتب يأتي إلى صفحتي. ليس أي صفحة مكتوب باسم محمد العريفي هي صفحتي. أنا اللي أعرف الآن أكثر من 9 صفحات كلها وضعوا صورتي ويكتبون كلاما من عندي. فلا تلتفتوا إلا إلى الصفحة التي أنا أكتب فيها، التي متابعيها 3,500,000 تقريبا أو قريب من هذا الرقم. فأما بقية صفحات غالبا متابعوها لا يتجاوزون 1000، ولأنها جديدة وتموت بعد فترة. فالأخ يقول إن انتشرت عنكم تغريدة يبدو أن بعضهم ركبها على لساني، تتكلم عن سوريا وأن الفتاة في سوريا لازم تمر على المجاهدين، أعوذ بالله يفعلون بها يعني الفاحشة، وأنه زواج مناكحة وكلام باطل يعني لا يقوله عاقل، فضلا عن أن يكون طالب علم. وأنا كذبته مباشرة في تويتر، قلت هذا الكلام غير صحيح. لكن هناك بعض القنوات التي تبغض أهل السنة تأتي أحيانا إلى المشايخ من أهل السنة وتبدأ تطلع عليهم هذا الكلام، ولا هذا الكلام يعني غير صحيح، وأنا نفيته مرارا. وأشكر الأخ جزاه الله خير على كتابته، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ونحفظ إخواننا في كل مكان. وأوصيكم حقيقة يعني بالتعامل الحسن مع الناس وإعطاء صورة طيبة عن الإسلام، وأن يكون الإنسان أيضا منتجا في البلد الذي يعيش فيه. لا نريد أن تكون هكذا سقط المتاع، بل احرص أن تكون منتجا في هذا البلد. لا تعيش دائما تتكففهم أو تعيش على 400 يورو يتصدق عليك، لا، بل احرص تكون عندك عمل ويكون عندك جهد